السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم. سوف أتحدث اليوم عن تفسير رؤية تقطع سلسلتي وأصلحتها، ورؤية شخص قطع قلادة في عنقي، ورؤية سقوط سلسلة من عنقي، ورؤية عقد ذهبي فيه سحر. سوف أتحدث بصيغة المذكر ونفس التفسير للإناث، وإذا خصصت فهو لما خصصت له، سواء كنتم رجال أو نساء، متزوجين أو غير متزوجين، وحلمتم أن سلسلتكم انقطعت في الحلم، تفسر على قدوم مشاكل ما عليكم، أو مشاكل بسبب خصام على شيء ما، أو مشاكل في عملكم، أو قدوم مشاكل زوجية للمتزوجين. وإذا أصلحتم السلسلة في الحلم فسوف تتجاوزون المشاكل بدون ضرر. ورؤية شخص تعرفه قطع سلسلة في عنقك في الحلم هو: إذا كان بينكما عداء في الواقع فسوف تحدث بينكما مشكلة وخصام، وإذا لا يوجد عداء بينكما فهو أنك ستقع في مشكلة ما أو خصام مع شخص آخر، أو مشاكل زوجية ستكون للمتزوجين والمخطوبين. ورؤية سقوط سلسلة من عنقك في الحلم تفسر أيضا على مشكلة ستكون فيها، أو شخص سيظلمك، أو مشاكل زوجية ستكون إذا كنتم متزوجين أو مخطوبين. ورأيت أنك وجدت عقد ذهبي فيه سحر في الحلم تفسر على مشاكل ستكون في سبيل بلوغك هدفا ما، مثل في الزواج، أو في سبيل تخلصك من مشاكل، أو في سبيل التخلص من مشاكل زوجية بالنسبة للمتزوجين. هنا نهاية الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.